السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي طلاب بريب 2 في أول فيديو لينا في عام 2026. برحب بيكم، معاكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض في أول ليسون في المنهج بعنوان الريل نمبرز. طيب يا مستر، هو إيه الريل نمبرز دي؟ حضرتك يا نجم النجوم درست قبل كده سيتس، درست قبل كده السيتس اللي درستها في جريد 6 وفي بريب 1. النهارده ان شاء الله هنشتغل في سيت جديده من ضمن السيتس اللي انت درستها وهي الريل نمبرز. طبعا حبيبي لازم تبقى عارف او لازم تفتكر معايا اول حاجه هنتكلم فيها ان شاء الله النمبر سيتس. هنراجع على كل السيتس القديمه اللي انت اشتغلت فيها. ركز بقى كده معايا. يبقى اول حاجه هنتكلم فيها ان شاء الله هنتكلم في النمبر سيتس اللي حضرتك درستها قبل كده. بعد كده هفهمك حاجه اسمها الirrational نمبرز، وطبعا كده في طلبه محترمه وشاطره قاعده وعارفه ان هي درست قبل كده irrational نمبرز، والنهارده بتاخد بقى الirrational نمبرز. طبعا لازم نكون متحمسين كده للدرس بتاع النهارده، وان شاء الله هنختم بقى بيه الريل نمبرز مع بعض. طيب اول حاجه كده مع بعض نسمي الله ونبدا. خدنا قبل كده الناتشورال نمبرز، وبعد كده خدنا الانتجرز، وبعد كده خدنا irrational. طيب اول حاجه خالص بدانا بيها الناتشورال نمبرز. طيب كان فيها ايه الناتشورال نمبرز؟ قال لك والله دي كانت ست. طبعا قبل الناتشورال نمبرز انت عارف طبعا الكاونتنج دي زي ما كنا نيجي نعد للستودنتس كده في الايه في الفصل، نقول لك ايه 1 2 3. يبقى انا عندي الكاونتنج اللي هي سي ستارت فروم 1، ادي 1 2 3 صح لحد الارقام طبعا ملهاش نهايه زي ما انت عارف. طيب الناتشورال نمبرز بقى قال لك هي الكاونتنج بالظبط بس فيها زيرو، فيبقى كده الناتشورال بتاعتنا عباره عن ايه؟ 0 1 2 3 and so on. طيب بعد كده ظهرت معانا الانتجرز، وطبعا الانتجرز كان ايه لازمتها؟ ان هي طبعا ضفنا فيها النيجاتيف نمبرز صح؟ يبقى الانتجرز فيها الزيرو ان ذا ميدل صح؟ وعندك فروم رايت النمبر بوزيتيف، يبقى ادي 1 ادي 2 3 صح and so on لحد الاخر. وعندك من ناحيه الليفت النيجاتيف نمبرز، النيجاتيف 1 ها، النيجاتيف 2 افتكر معايا، نيجاتيف 3، كل دي حاجات انت خدتها قبل كده لحد سو اون. طيب اما الراشونال نمبرز بقى بتاعتنا، ايه هو الراشونال نمبرز؟ بكل اختصار من غير رغي كتير، الراشونال نمبر هو اي نمبر ينفع يتكتب في صوره فراكشن. اي نمبر في الدنيا هتعرف تكتبه في صوره فراكشن A اوفر B بالشكل ده هو راشونال. بس خلي بالك بقى عشان في حاجه مهمه، ما ينفعش البي تكون بزيرو، يبقى البي نوت ايكوال زيرو. طبعا انت عارف الكلام ده. بالمناسبه طبعا احنا مسموح لنا باستخدام الكالكوليتور من السنه اللي فاتت زي ما انت عارف، فلو انت جيت مسكت الكالكوليتور بتاعتك دلوقتي يلا اسمع الكلام يا حبيبي واكتب مثلا 3 اوفر 0، هتلاقي الاله بتقول لك ماس ايرور، هتلاقي الاله بتشتمك على طول. تمام؟ يبقى انا ما ينفعش يكون عندي الدينومينيتور او اللي تحت ده يكون بزيرو ابدا، ده كده اصلا مش نمبر، اصلا مش تبعنا. تمام؟ طيب تعرف تقول لي كده اي مثال على الراشونال نمبرز؟ طبعا ممكن نقول 2 اوفر 3، ده راشونال نمبر عشان ده عباره عن فراكشن. طيب لو قلت لك 3 ده راشونال ولا مش راشونال؟ راشونال يا مستر، ممكن احط له تحت 1 اهو في صوره فراكشن. بالمناسبه كل الانتجرز والناتشورال والكاونتنج هي اصلا راشونال، كل سيت جديده بتاخد السيتس القديمه معاها. تمام؟ طبعا كمان عارفين البرسنت بتاعتنا، لما اجي اقول لك 3% دي كمان راشونال لان هي ممكن تتكتب 3 اوفر 100. كمان الديسيمال كمان معانا راشونال نمبرز زي 3.5 لان 3.5 زي ما انت عارف طبعا عباره عن 35 اوفر 10. تمام؟ طبعا كده رجعنا على الكاونتنج، رجعنا على الناتشورال، رجعنا على الانتجرز، رجعنا على الراشونال، رجعنا على كل السيتس القديمه. تمام كده معايا؟ طيب دلوقتي بقى بفضل الله هندخل على ست جديده اسمها الirrational نمبرز. طيب قبل ما نفهم مع بعض الirrational نمبرز تعالى كده ركز معايا علشان هفهمك حاجه صغيره جدا. بص كده حبيبي، لما اجي اقول لك سكوير روت 4 ولما اجي اقول لك كيوبيك روت 8 مثلا، تمام؟ وهنا هكتب لك سكوير روت 5 وهنا هكتب لك كيوبيك روت 9. ركز بقى كده معايا واسمع الكلام. سكوير روت 4 يا مستر احنا خدناها قبل كده في بريب 1، الريزلت بتاعتها ب2 لان سكوير روت 4 وهكلمك عليها كمان شويه، وكانت موجوده كمان في الفيديو بتاع الريفيجن لو خدت بالك. سكوير روت 4 يعني ايه؟ النمبر اللي عامل له تايم اتسيلف يدينا 4. طبعا هنا الاجابه 2، يبقى خليك فاكر كده ان ده هيدي لك 2.
ركز بقى كده معايا. طيب لو عملت كيوبيك روت 8 بدماغك بقى بالكالكوليتور، المهم تحل. طبعا كيوبيك روت 8 يعني ايه النمبر اللي عامل له ملتبلاي 3 تايمز يدي لك ال 8. طبعا الانسر بتاعتنا هنا هتكون 2. طيب مش هنا الروت اداك اجابه، اداك نمبر عدل كده صح؟ طيب وهنا الكيوبيك روت بتاع ال 8 ادالك برضو اجابه عدله كده، ادالك 2، ادالك 3، ادالك 4 اوفر 5، ادالك 7 اوفر 9. طالما ادالك اجابه عدله كده، فهنا عندك السكوير روت بتاع الفور ده بنسميه بيرفكت سكوير. بيرفكت سكوير زي ما انت كده تحل سؤال اقول لك بيرفكت. تمام؟ بيرفكت سكوير يعني ليه انسر، ليه انسر تقدر تجيبها بدماغك. تمام؟ وهنا عندك كيوبيك روت ال 8 برضه ليها انسر. انت عايز تقول ايه يا مستر؟ انا عايز اقول لو السكوير روت او الكيوبيك روت ليها انسر، يبقى كده النمبرز دي هتكون راشونال، وده طبعا انت عارفه. ركز بقى كده معايا. اما دلوقتي بقى المشكله الكبيره معانا لما يكون عندك سكوير روت 5. لو جيت سالت اي طالب محترم دلوقتي وقلت له سكوير روت 5 هات لي نمبر اعمل له تايم في نفسه يديك 5، انت تعرف تجيب لي نمبر تايم في نفسه يدي لك 5؟ مش هتعرف. فبالتالي ده بنقول عليه مش راشونال. يعني ايه مش راشونال بقى؟ هنقعد نقول عليه مش راشونال. قال لك مش راشونال، يبقى احنا كده هنقول عليه irrational numbers. يبقى اول حاجه لو لقيت سكوير روت نمبر بايظ بليد مالوش اجابه، يبقى ده هنقول عليه irrational numbers. تمام؟ طيب هنا نفس الكلام كيوبيك روت 9. كيوبيك روت 9 لو جيت كتبتها على الكالكوليتور وعملت شيفت روت زي ما انت عارف وكتبت 9، هتلاقي جالك ديسيمال او جالك نمبر غريب، مفيش اجابه، مفيش نمبر تعمل له تايم في نفسه 3 مرات يديك 9. هو فيه بس مفيش نمبر انت تعرف تجيبه ولا انا اجيبه. تمام؟ فبالتالي برضو ده كده هنقول عليه تبع الirrational numbers. قال لك الirrational numbers بتاعتك عباره عن كيو داش. يبقى ده السيمبل بتاعي. يبقى لما اجي اكتب لك كيو داش كده يبقى انا اقصد الirrational numbers. يبقى اول حاجه في الirrational numbers، وهنشوف الكلام ده كمان دلوقتي حالا. بص كده معايا. اول حاجه في الirrational numbers سكوير روت لنمبر نون بيرفكت سكوير. يلا قول لي كده امثله زي سكوير روت 10 مثلا. ها قول اي نمبر يكون ملوش سكوير روت. ها سكوير روت 11. لو جينا كملنا سكوير روت 12 صح؟ سكوير روت 101. كل دي نمبر بنسميها irrational numbers. irrational numbers يعني كل النمبرز دي belong to كيو داش. معايا؟ طيب يلا نخش كده مع بعض الناحيه الثانيه الكيوبيك روت بقى. الكيوبيك روت يا مستر انت قلت هتختار نمبر نون بيرفكت كيوبس. زي ايه مثلا؟ زي كيوبيك روت 2 مثلا. لو انت بليد ومش عارف ومش حافظ التيبل وما كنتش بتذاكر زمان، هاتها بالكالكوليتور، هتروح تكتب النمبر ده على الكالكوليتور، جاب لك اجابه يبقى راشونال، ما جابش اجابه عدله يبقى ايه الراشونال. زي كيوبيك روت 2 مثلا. ها كمل معايا كيوبيك روت 11. ها كيوبيك روت 217 وجرب وشوف بعينك. يبقى انا عندي هنا السكوير روت لنون بيرفكت سكوير بيلونج تو للكيو داش يعني الراشونال نمبرز. طيب وعندك بقى الكيوبيك روت لنمبرز نون بيرفكت كيوبس برضه بيلونج تو للكيو داش. بالراحه كده بقى. انت دلوقتي يا مستر قلت لنا حاجتين هما الراشونال نمبرز، سكوير روت لنمبر وحش ملوش سكوير روت صح كده؟ ها وكيوبيك روت لنمبر وحش ملوش كيوبيك روت. هل في حاجات تانية يا مستر؟ ايوه في حاجات تانية. فاضل حاجتين كمان بس وكده ابقى خلصت معاك الirrational numbers كلها. ايه يا مستر السيمبل ده؟ والله السيمبل ده بيتكتب كده اهو عشان انت تقريبا اول مره تشوفه في حياتك، واحنا بنستسهل وبنكتبه بالشكل ده اللي هو الفاي. طيب ايه ده يا مستر ده؟ دي حاجه بنسميها الجولدن ريشيو. هي اصلا ملهاش اي لازمه بالنسبه لك ولا مهم تعرفها. ده حاجه اسمها جولدن ريشيو بيستخدموها في بعض الحاجات ملناش علاقه بيها، فكك منها. كل الموضوع ان الجولدن ريشيو دي عباره عن 1.618 وعندك بقى شويه ديسيمالز كتير كده. لو جيت كتبتها على الكالكوليتور استحاله تتحول فراكشن. عمرك ما تعرف تكتب النمبر ده على صوره فراكشن اللي هو A اوفر B، عمرك ما هتعرف صح كده؟ ما هو خلي بالك مش كل الديسيمال ما تنفعش، في ديسيمال تنفع. تعالى كده ركز معايا كده بعيدا عن الموضوع، ركز معايا. لو جيت قلت لك 2 ركز بقى 0.5 2.5 ده ديسيمال، هل ده معناه ان هو مش راشونال؟ لا ده راشونال عادي لان ده يتحول لفراكشن. لو جيت كتبت 2.5 او لو جيت حولتها زي ما انت كنت عارف هتلاقيها عباره عن 25 اوفر 10.
ولكن الجولدن ريشيو بتاعتك دي اللي هي فاي، السيمبل بتاعها اسمه فاي، ركز بقى معايا، دي 1.618 وشويه ديسيمال كده. كل الموضوع ان النمبر ده نمبر ما ينفعش يتكتب في صوره فراكشن، فعشان كده بنقول ان الجولدن ريشيو دي بلونج تو للكيو داش. طيب طبعا اخر حاجه الباي بتاعتك اللي انت اصلا عارفها، تمام، اللي هي اصلا ممكن تجيبها بالكالكوليتور عادي، 3.14 صح كده، وشويه ديسيمال برضو دي ما ينفعش تتكتب على صوره ايه فراكشن، فهي برضو تبع الكيو داش. وبكده حبيب قلبي باختصار خلصنا الirrational نمبرز. الirrational نمبرز 4 حاجات: سكوير روت لنمبر ملوش، طبعا الكلام ده بيننا وبين بعض، كيوبيك روت لنمبر ملوش نون بيرفكت، والفاي والباي. كده كام حاجه؟ 4 حاجات. 4 حاجات انا دلوقتي قلتهم لك، اول لما تشوفهم بعينك هم تبع الirrational نمبرز، تمام. لكن الراشنال نمبرز تعرفوا منين؟ هو نمبر بيتكتب في صوره فراكشن، اما الirrational نمبرز هو نمبر استحاله يتكتب في صوره فراكشن. تمام كده لحد دلوقتي كده في اي مشكله؟ طيب مستر عايزين نطبق شويه على الكلام اللي موجود. طبعا انت دلوقتي اول ما تشوف السلايد دي هتقول يا لهوي وهتقفل الفيديو وتنام، ولكن الموضوع بسيط جدا، بس ركز معايا. ركز بقى كده معايا يا حبيب قلبي. بيقول لك ان دي امثله على الirrational نمبرز. طبعا انت هتشوف وتقول لي انت ما قلتليش الكلام ده يا مستر. هقول لك بس معلومه بسيطه جدا جدا جدا. بص يا حبيب قلبي، اي حاجه من الاربع حاجات اللي انا قلتهم اللي هم irrational نمبرز، وهقولهم لك تاني الاربع حاجات، ركز. سكوير روت لنمبر نون بيرفكت زي سكوير روت 5 مثلا، دي اول حاجه، ركز معايا. كيوبيك روت لنمبر نون بيرفكت كيوب زي كيوبيك روت 6، والفاي والباي. مش دول انا قلت لك انك اول ما تشوفهم على طول دول عباره عن irrational نمبرز، يعني دول كيو داش؟ اه يا مستر، ده ملخص الرغي بتاعك، انت عمال ترغي وتصدعنا، ولكن ده الملخص بتاع الدرس اصلا. طيب ايه اللي انت جايبه ده بقى؟ قال لك بقى بكل بساطه اي حاجه من الاربع حاجات، تاني ركز يا واد، ها، اي حاجه من الاربع حاجات اللي انت شايفهم بعينك دول لو عملت لهم اي حاجه هيفضلوا irrational. يعني ايه؟ تعالى اختار اي حاجه من الاربعه دول يا واد، يلا ركز معايا يا ابني. هختار يا مستر روت 5. ماشي يا حبيبي، ادي اخترت روت 5. يجي محمد يقول لي يا مستر اعمل لها بلس 2، ادي بلس 2. يجي معاذ يقول لي اعمل لها ديفايد 2. يجي كريم يقول لي اعمل لها ماينس 3. امسك الاربع حاجات دول اعمل فيهم اي اوبريشن، اعمل لهم بلس، اعمل لهم ماينس، اعمل لهم تايم ديفايدد، اعمل فيهم شقلبهم حتى، هيفضلوا irrational نمبر زي ما هم، عمرهم ما هيتغيروا. تعالى بقى كده معايا، اول اكزامبل عندنا بيقول لك روت 5 بلس 1. هسألك سؤال يا محترم، روت 5 ده راشنال ولا irrational؟ irrational يا مستر. بيعمل له بلس 1 ولا يفرق معايا، هيفضل برضه في الاخر ايه؟ irrational نمبر، يبقى ده بلونج تو كيو داش. طيب السؤال اللي بعده، بص كده معايا، كيوبيك روت 7. ها يا بابا، ها يا محترم، بالآلة بدماغك برجلك، ها، هل دي ليها إجابة؟ هل في نمبر تعمل له تايم في نفسه 3 مرات يديك 7؟ لا يا مستر، يبقى خلاص النمبر ده تبع الكيو داش. ماشي مفيش أي مشكلة. طيب السؤال اللي بعده، بص بقى كده الحتة دي ركز معايا. واحد بقى محترم هيقول لي يا مستر ايه؟ روت 9 يا مستر ب 3، ده راشنال صح؟ هرد عليه اقول له بس كيوبيك روت 5 مش راشنال، وطالما في جزء مش راشنال اعمل فيه اي حاجه هيفضل طبعا ايه؟ تبع الirrational نمبرز. تمام؟ يبقى ملخص الليله دي كلها ان الirrational نمبرز 4 حاجات. تمام؟ طيب تعالى بقى كده نحل مع بعض شويه. هنا بيسالنا بيقول لنا قول لي كل نمبر قدام عينك هو راشنال ولا مش راشنال. الموضوع بسيط جدا. تعالى بقى ركز معايا. طبعا دي 0.80. طبعا انت عارف ان الزيرو ناحيه الرايت في الديسمال ملوش لازمه، فدي طبعا المفروض ايه؟ تتكتب 0.8 يعني. ولو انت طالب محترم وكنت بتذاكر زمان، او انت طالب هتستخدم الاله بتاعتك، ف 0.8 الاله هتقول لك 8 اوفر 10. طبعا انت هتقول لي يا مستر انت بتحور، ما هي الاله مش هتجيب لك 8 اوفر 10 لان الاله هتعمل سمبليفاي فهتجيب لك 4 اوفر 5. فراكشن ده ولا مش فراكشن؟ فراكشن يا مستر. يبقى النمبر الجميل ده كيو ولا كيو داش؟ النمبر ده طالما اتحول فراكشن بالشكل ده يبقى النمبر ده تبع الكيو، يبقى ده راشنال نمبرز. صعبه؟ طيب الزيرو بقى، طبعا هو عايز يعرف الزيرو تبع الراشنال ولا تبع الirrational.
طبعا الزيرو انت عارف ان الزيرو تبع الراشونال نمبرز وتبع الكاونتنج وتبع الانتجرز وتبع الناتشورال، صح؟ لان الزيرو اصلا ممكن يتعمل له 0 اوفر 1 وممكن يتعمل له 0 اوفر 2 ممكن يتعمل له 0 اوفر 3، فهو فراكشن، فهو تبع الكيو. تمام؟ طيب نكمل بقى كده مع بعض. عندك باي بلس 2. لو انت كنت مركز معايا بص كده، نرجع تاني بالسلايد. قلت لك اي حاجه من الاربعه دول اعمل فيها اي اوبريشن هتفضل الراشنال زي ما هي. اول لما تلمح باي بعينك يبقى خلاص كيو داش وانا مغمض. تمام؟ طيب دي كيوبيك روت نيجاتيف 8. كيوبيك روت نيجاتيف 8. اول حاجه النيجاتيف بينزل، صح كده؟ وال8 نمبر اعمل له تايم في نفسه 3 مرات يديك 8، يبقى 2 باي 2 باي 2، صح؟ يبقى الاجابه 2، او بالكالكوليتور على طول هتجي لك نيجاتيف 2. طبعا طالما ليها اجابه بالشكل ده يبقى ده راشونال نمبرز. تمام؟ طيب عندك بقى نيجاتيف 2 اند 1 اوفر 4. طبعا ده ميكسد. انا ممكن اقول لك حاجه تسهل عليك، ركز بقى معايا يا حبيبي. اي ميكسد نمبر هو راشونال. تاني، ده ميكسد، يبقى وانت مغمض عينيك ومغمض ايديك هيكون راشونال معانا. تمام؟ طبعا لو انت عايز تفهم ليه هو راشونال ممكن نحول الميكسد لامبروبر فراكشن. زي ما انت عارف كنا بنعمل ايه تحت؟ تايم، ركز بقى معايا، وبنعمل فوق بلس. 2 ملتبلاي 4 ايكوال 8. 8 بلس 1 ايكوال 9. تاني، 2 ملتبلاي 4 ايكوال 8. 8 بلس 1 ايكوال 9، وانزل الفور تحت وعندي طبعا نيجاتيف. والان مع المفاجاه الكبرى. بص بقى كده معايا، هنا عندك 2.5 وعليها داش كده من فوق. طبعا انت يا حبيبي يا جميل، انت يا لئيم يا لئيم يا بليد فاكرها 2.5 العاديه، صح كده؟ وبتقول ايه؟ اكيد دي جت بالغلط كده. ركز بقى معايا عشان الحته دي مهمه جدا جدا جدا. بص بقى يا حبيب قلبي، 2.5 يا بابا، 2.5 يعني 2.5، صح؟ 2 اند هاف دي اللي هي يا حبيب قلبي 5 اوفر 2. فده تبع الكيو عشان اتحول فراكشن. ركز بقى، تعالى هنا بقى. 2.5 عليها داش بالشكل ده. امسك الكالكوليتور بتاعتك، يلا اسمع الكلام وامسك الكالكوليتور بتاعتك يلا ومتطنش. عارف يعني ايه 2.5 وعليها داش بالشكل ده؟ يعني هتكتب 2.5 وتكرر ال5 لحد اخر السكرين بتاع الكالكوليتور. يعني هتعمل كده اهو 2.5. انت عارف طبعا ان احنا بنحب نختصر، بدل بقى ما نقعد نكتب 5 5 5 5 ونقرف نفسنا، فانت هتكتب بقى ايه 2.55. طبعا شويه يعني مش لازم عدد معين، لحد اخر الايه، لحد اخر السكرين. دوس ايكوال كده، هتلاقي الكالكوليتور بتاعتك جابت لك 23 اوفر 9. تمام؟ يا مستر جابت لي 23 اوفر 9. ايه ده يا مستر؟ دي جابت لي فراكشن. يبقى دي تبع الكيو ولا تبع الكيو داش؟ يبقى دي تبع الكيو. ركز بقى معايا يا حبيب قلبي. اصلا انت ممكن تعملها كلعبه. يعني مثلا اكتب كده معايا وشوف، لو لقيت نفسك ماشي بباترن معين هتلاقي الديسيمال بتاعك بيتحول فراكشن. ودي لعبه انت ممكن تلعبها، وجرب كده. اكتب يلا كده قدام عيني، اكتب لي 1 بوينت، يلا كده 1.56. بس لازم تمشي بباترن، لو ما مشيتش بباترن هيبقى irrational مش هيتحول. ركز بقى 1.56565656 هتلاقيها اتحولت معاك فراكشن في الاخر. ده اصلا بنسميه ريبيتد ديسيمال. اسمه ايه؟ ريبيتد ديسيمال، وغالبا هتلاقيه بيتحول معاك فراكشن. لكن ركز بقى معايا، يبقى ده كده تبع الكيو. لكن لو انت رحت بقى كتبت لي 1 بوينت، ركز بقى في الحته اللي جايه دي، ركز عشان هي مش متوضحه قوي. لو انت رحت كتبت 1.2357189 ومفيش باترن في الموضوع، هتلاقي النمبر بتاعك ما بيتحولش فراكشن، وهتلاقي ده كده تبع الكيو داش يا محترم. اما ده هتلاقيه تبع الكيو. تمام؟ طيب نكمل كده مع بعض في الاسئله بتاعتنا. بيقول لك قول لي مين راشونال ومين مش راشونال. تعال هنا ركز معايا. لو انا لقيت اي جنب بايظ يعني مش راشونال، يبقى خلاص النمبر بتاعنا كله مش راشونال. هنا طبعا ال 25 ب 5. اما هنا كيوبيك روت 16، كيوبيك روت 16، ال 16 ملهاش كيوبيك روت، فخلاص ده كده تبع الكيو داش باختصار. تعال هنا ركز معايا. حبيب الشاطر اللي كان بيذاكر اللي حافظ التيبل هيقول لي يا مستر النيجاتيف اهو نزل يا مستر، صح؟ وال 25 ب 5 عشان 5 ملتبلاي 5 25، وال 49 ب 7 اديتنا فراكشن يا مستر، يبقى ده تبع الايه؟ تبع الكيو. تمام؟ طبعا احنا كنا سايبين سلايد، انا طبعا متعمد ان انا اسيبها بعد ما نخلص الايه؟ بعد ما نخلص الجزء ده. حان الان ان احنا نرجع للسلايد دي. كل الطلبه المفروض قاعده بتسال يا مستر الدرس اسمه ريل نمبرز، وانت لحد دلوقتي ما جبت سيره الريل نمبرز دي خالص.
قاعد عمال شغال في الirrational. بص بقى يا حبيب قلبي، تخيل ان انا عايز افاجئك واقول لك ان انت يعتبر كده خلاص فهمت يعني ايه ريل نمبرز. والله الريل نمبرز يعتبر اتشرحت، لان باختصار كده قال لك ايه؟ قال لك والله هنروح نجيب الكيو اللي هي الراشنال نمبرز اللي هي مثلا الفراكشن، نحطها على الكيو داش اللي هي الirrational نمبرز زي الفاي وزي الباي وزي سكوير روت مثلا 2 وزي كيوبيك روت 7 مثلا. قال لك دول هنحطهم على بعض، هنحط الكيو على الكيو داش ونعمل ست كبيره واكبر ست فيك يا بلد، هنسميها الريل نمبرز اللي هي الار بتاعتنا. يبقى الريل نمبرز دي عباره عن ايه؟ الريل نمبرز دي ما فيهاش اي حاجه خالص، دي عباره عن الكيو اللي هي الراشنال يونيون، دي علامه اليونيون يا واد، تمام؟ هنحط عليها الكيو داش هيدينا الريل نمبرز. يبقى تاني، مين هي الريل نمبرز؟ الريل نمبرز يا مستر دي اكبر ست انا دلوقتي كطالب في بريب 2 انا اعرفها في حياتي. وخلي بالك بقى هتفضل كده فتره كبيره شغال على الريل نمبرز. مستر هيبقى في ست اكبر منها، بس مش هنشغل دماغنا دلوقتي بيها. طيب يا مستر الريل نمبرز دي فيها ايه؟ فيها كيو وفيها الكيو داش، حطيناهم على بعض، حطينا كل النمبرز على بعض. واحد طبعا هيقول لي يا مستر يعني اي نمبر في الدنيا هيبقى ريل بقى؟ ده انت حطيت الكيو على الكيو داش. كل النمبرز معانا تبقى تبع الريل نمبرز، تمام؟ طيب بيقول لك بقى كيو انترسكشن كيو داش. يعني ايه انترسكشن دي؟ يعني انا عايز اعرف ايه الحاجه اللي كيو داش في نفس الوقت. هو في نمبر انا من ساعه ما شرحت، هل في اي نمبر ينفع يبقى راشنال وايه الراشنال في نفس الوقت؟ ينفع الكلام ده؟ استحاله. النمبر يا بيطلع راشنال يا بيطلع irrational، فطبعا الانترسكشن بينهم هيكون ايه؟ هيكون فاي، تمام؟ مفيش انترسكشن بينهم. يبقى الكيو مع الكيو داش هيدينا الار دي اللي هي اسمها الريل نمبرز اللي هي اكبر ست انا اعرفها دلوقتي، تمام؟ اما الانترسكشن بينهم هيكون ايه؟ هيكون فاي. وركز بقى وافتكر الحته دي كويس عشان ان شاء الله في ليسن 2 هنعيدها تاني وهنتكلم عليها تاني باذن الله، تمام؟ طيب نكمل بقى كده مع بعض في حاجه جديده شويه وان شاء الله هتكون سهله بالنسبه لك وما فيهاش اي مشكله. انت يا مستر شرحت لنا الirrational نمبرز اللي احنا اصلا مش فاهمينها ومش عارفينها وما بنعرفش اصلا نجيب لها انسر. لما اجي اجيب لك نمبر زي روت 33 واجي اقول لك انا عايز اجيب له approximating value او عايز اقرب قيمه ليه، طبعا الحاجه الوحيده اللي ممكن تجيب لنا قيمه تقريبيه للنمبر ده الكالكوليتور بتاعتك هتقول لك هو كام بالظبط، ولكن ده مش موضوعنا، ده ما يهمناش. يعني انا ما يهمنيش ان انا اعرفك ان روت 33 بكام بالظبط، ده مش موضوعنا خالص، تمام؟ انا يهمني ان احنا نجيب اقرب قيمه لروت 33. طب انا بقى هعمل معاك الصح وافكرك بالبيرفكت سكوير بسرعه علشان تبقى شاطر معايا واكتبها وراك يلا في الكشكول. البيرفكت سكوير من اول 1 ل 100، ادي ال1 ركز معايا، ادي ال4 ركز، ادي ال9 وادي ال16 وال25 ركز بقى معايا الله يكرمك، وال36 تمام؟ ادي ال36 وادي عندك كمان ال49 وعندك ال64 وعندك ال81 وعندك ال100. مستر ايه اللي انت كاتبه ده؟ دي البيرفكت سكوير من 1 ل 100، دول بس البيرفكت سكوير. اي رقم تاني غيرهم من ال1 لحد ال100 هو نون بيرفكت سكوير. طيب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان روت 33 ايه اقرب حاجه ليها بيرفكت هنا انت شايفها بعينك؟ روت 33 اقرب حاجه ليها باينه يعني روت 36، صح؟ يعني روت 33 احنا هناخد اقرب حاجه بيرفكت ليها اللي هي سكوير روت 36 اللي هي بكام في الاخر؟ اللي هي ايكوال 6 في الاخر، صح؟ فعلشان كده بنقول ان سكوير روت 33 هو ابروكسيميت لل6، هو طبعا مش ب6 بالظبط، هو اقرب قيمه ليه هي ال6. طب انت برضه يا مستر انا مش فاهم ازاي برضه احطه على النمبر لاين. بص كده يا حبيب قلبي، الروت 33 ده ركز بقى معايا، السكوير روت 33 ده هتلاقيه واقع بين حاجتين بيرفكت. ركز بقى، السكوير روت 33 هتلاقيه جريتر ذان السكوير روت 25، دي اقرب حاجه او ده اصغر حاجه بيرفكت. طيب وفي نفس الوقت السكوير روت 33 هتلاقيه ليس ذان سكوير روت 36. يا مستر يبقى تاني ال 33 وقع بين مين؟ وقع بين ال 25 وال 36. ركز بقى كده معايا. طب ما سكوير روت ال 25 ب 5 وسكوير روت ال 36 بكام يا حبيبي؟ ب 6. يبقى السكوير روت 33 هتلاقيها واقعه بين ال 5 وبين ال 6.
هي بين ال5 وبين ال6. طب هي اقرب لل5 ولا اقرب لل6؟ لا هي اقرب لل6. طب ليه يا مستر؟ عشان ال33 قريبه لل36 ولا قريبه لل25؟ قريبه لل36 يا مستر. فانت كل اللي بتعمله ايه؟ انت بتبقى عارف ان ده النمبر لاين بتاعك. لو انت حطيت عليه النمبرز، ادي يا عم الزيرو مفيش مشكله، ادي ال1 ادي ال2 ادي ال3 ادي ال4 ادي ال5 ادي ال6 بتاعتك. في اي مشكله؟ وطبعا انت هنا عارف ان هنا في النيجاتيف نمبرز ما فيهاش اي مشكله، ولكن الروت 33 طلع هو اقرب لمين؟ اقرب لل6، فهيكون طبعا قريب من ال6 هنا، وليكن ده المكان بتاعه وده سكوير روت 33. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده كيوبيك روت 25. تعال اكتب لك البيرفكت كيوبس علشان تقدر تعرف بسهوله ايه اقرب بيرفكت كيوبس للنمبر ده. ركز بقى معايا. عندك البيرفكت كيوبس، عندك كيوبيك روت ال1، ركز معايا بقى، كيوبيك روت ال8، عندك ال27، صح ولا انا غلطان؟ طبعا اي نمبر انا مش بكتبه بينهم يبقى ده كده نون بيرفكت كيوبس. بعد كده عندك ال64، تمام؟ بعد كده عندك ال125، بعد كده عندك ال216. كفايه قوي عليك كده. تعالى بقى يا اللي بتفهم يا محترم، قول لي بقى كيوبيك روت 25 دي بين مين ومين؟ مين البيرفكت كيوبس اللي هي واقعه بينهم؟ يا مستر دي واقعه بين ال8 وال27، صح؟ يبقى انا ممكن اقول ان كيوبيك روت، ركز بقى بمنتهى البساطه اهو، هي واقعه بين مين ومين؟ هي واقعه بين كيوبيك روت 8، صح؟ وفي نفس الوقت هي لسان كيوبيك روت 27. طب انت ليه يا مستر بتختار البيرفكت كيوبس اللي بينهم؟ عشان دي اللي ليها نمبر هتعرف ان انت تكتبه معاك عادي. طبعا هنا هيدي لك 2، هنا هيدي لك 3، وهنا عندك كيوبيك روت 25 اللي هي مالهاش اجابه، اللي هي اصلا الراشنال نمبر، يبقى هي بين ال2 وبين ال3. طب هي اقرب لمين؟ ال25 يا مستر قريبه من ال27 اكتر ما هي قريبه من ال8، فبالتالي هي قريبه من ال3 اكتر. يبقى انا ممكن احط هنا 0 ادي 1 ادي 2 ادي 3 زي ما انت شايف كده بعينك مفيش اي مشكله. وعندك كيوبيك روت 25 هتكون قريبه من ال3، فليكن ده المكان بتاعها، وهنا يبقى ده كيوبيك روت 25. تمام؟ طيب اخر سؤال معانا فيه الابروكسيميتنج فاليو، ركز معايا وحاول ان انت توقف الفيديو وتبدا ان انت تفكر وتحله لوحدك. بص كده بيقول لك ايه؟ سكوير روت 27 بلس 2. طبعا احنا لسه كاتبين ده سكوير روت 27. تعالى كده نجيب البيرفكت سكوير، لسه جايبينها 20 كانت كام؟ 27 وقع بين مين ومين؟ بين ال 25 وال 36، صح كده؟ نرجع تاني لموضوعنا. يبقى السكوير روت 27 هو واقع بين سكوير روت 25، صح؟ وسكوير روت 36. ركز بقى معايا. طب ما سكوير روت 25 بكام؟ ب 5، وعندك سكوير روت 36 بكام؟ ب 6، وعندك هنا هنحط السكوير روت 27، يبقى هو واقع بين ال 5 وبين ال 6. طب ال 27 قريبه من مين اكتر؟ قريبه من ال 25، صح؟ يبقى كده السكوير روت 27 هو تقريبا ب 5، فنعتبر ان الابروكسيميت فاليو بتاعته 5. وعندك طبعا بلس 2 يبقى اقرب قيمه للنمبر ده هتطلع 7. طبعا لما تيجي تكتبها على الكالكوليتور هي مش هتطلع 7 بالظبط، احنا بنجيب ابروكسيميت فاليو. دلوقتي يلا بينا طبعا الريل نمبرز بتاعت حضرتك زي ما انت عارف. بص بقى كده معايا. طبعا انت عارف ان احنا بدانا بالناتشورال نمبرز اللي هي اصلا عباره عن سبست من الايه؟ من الانتجرز، هي جوه الانتجرز، وعندك الانتجرز اصلا سبست من الايه؟ من الكيو اللي هي الراشونال نمبرز. وبعد كده بقى خدنا الحسب الجديد لوحده اللي هو الايه؟ اللي هو الكيو داش اللي هي الراشونال نمبرز. كل ده عملناهم على بعض كوكتيل وادانا مين؟ وادانا الريل نمبرز اللي احنا قلنا عليها اللي هي فيها كل النمبرز، كل النمبرز. وطبعا اكيد حبيبي دلوقتي انت كل سنه بتاخد سولفنج ايكويشن، طبعا كل مره بتحل على حسب السيت بتاعتك. لما درست الناتشورال حليت في الناتشورال، فاكر؟ في الزد حليت في الزد في الكيو وهكذا. دلوقتي بقى طبعا انت كبرت فهتحل في الكيو داش او الريل نمبرز طبعا، لان كان في بعض الاجابات كنا بنرفضها ما كانتش موجوده معانا في الراشونال. دلوقتي هناخد الاجابات دي عادي. تمام؟ طيب شويه اسئله بقى اللي انتوا بتحبوها اللي هي البلونج والنوت بلونج. طبعا في طلبه اكيد مستواها تعبان ما بتعرفش تفرق بين البلونج والسبست. ركز بقى كده معايا اقولها لك على جنب او نقولها هنا على طول. هسال سؤال، ده نمبر ولا ست؟ ده يا مستر نمبر. دي نمبر ولا ست؟ دي يا مستر ست. لما يكون نمبر مع ست، ركز معايا بقى بمنتهى البساطه كده، نمبر مع ست يبقى يختار يا بلونج يا نوت بلونج. في حاجه صعبه؟ ما بصش خالص لدول. يلا كده معايا هسال سؤال وترد عليه. روت 3، انت يا روت 3 يا حلوه انت جوه الار؟ ده الار دي حماله اسيه شايله كل حاجه، يبقى بيلونج.
تعالى 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 تعالى، يلا بينا يلا بينا. ها، نمبر ولا ست؟ نمبر يا مستر. نمبر ولا ست؟ ست يا مستر. طيب الروت 5 موجوده في الكيو داش؟ موجوده، يبقى بيلونج. لحد دلوقتي كده في مشكله؟ طيب تعالى هنا، ده نمبر ولا ست؟ ده نمبر يا مستر، ودي ست، يبقى يا بيلونج يا نوت بيلونج، ماليش دعوه بدول خالص. تمام؟ طيب سكوير روت نيجاتيف 4. الان مع المفاجاه، مفيش سكوير روت لنمبر بالنيجاتيف يا حبيبي. لو كتبتها على الكالكوليتور، الكالكوليتور هتشتمك، وكده شتمتك النهارده مرتين. مره لما كتبت نمبر اوفر زيرو، صح كده؟ ومره لما كتبت سكوير روت بالنيجاتيف. فانا عايز اقول لك على حاجه ليك انت هديه. اي حاجه في الدنيا هتقولها في حياتك، اي نمبر في الدنيا هو هو ريل نمبرز، ما عدا نمبر اوفر زيرو وما عدا سكوير روت بالنيجاتيف. اي حاجه تانية في خيالك هتطلع من الريل نمبرز. تمام؟ يبقى ده طبعا نوت بيلونج، لان ده مش نمبر اصلا. طيب يلا كده، ابسوليوت نيجاتيف 7. بتحب انت الاسئله دي طبعا. الابسوليوت ده بيشيل النيجاتيف، فدي كده بقت 7. اسال سؤال وترد عليه، ال7 في الكيو داش؟ لا، يبقى نوت بيلونج. تمام؟ طيب نكمل مع بعض. بص بقى دلوقتي بقى، ركز معايا. دي ست ولا نمبر؟ يا مستر دي ست. ست يا مستر. ها صح، دي ست ودي ست، يبقى انا لازم اشتغل يا سبست يا نوت سبست. ركز بقى معايا. طبعا مش لازم الاثنين يكونوا موجودين جوه الكيو داش، لو اي نمبر منهم موجود تنفع عادي. تعالى بقى، ال3 يا 3 انت موجوده جوه الكيو داش؟ لا. كيوبيك روت 4 انت موجوده في الكيو داش؟ يبقى سبست. طالما حاجه موجوده تبقى سبست. طب يلا، الزيرو موجود جوه الان؟ الزيرو موجود جوه الان، بس دي مش موجوده عشان دي بنيجاتيف 2، يبقى سبست طالما حاجه موجوده. بص بقى كده دلوقتي معايا، عندك 0.27 عليها داش زي ما انت عارف. يا مستر ده ريبيت الديسيمال بيتكتب ازاي؟ هنروح نكتب على الكالكوليتور. ركز بقى معايا، 0.27 كاننا بنلعب 27 27 27 لحد نهايه الكالكوليتور. هتلاقي الكالكوليتور بتقول لك 3/11. طبعا طالما ده فراكشن حبيب قلبي، صح كده؟ يبقى اكيد موجود في الريل نمبرز، يبقى هنكتب بلونج طبعا عشان ده نمبر. تمام؟ طيب هنا طبعا بقى شغلنا كله، طبعا دي كلها سيتس مع بعضها، يبقى انا ماليش دعوه بالبلونج ونوت بلونج، انا شغال يا سبست يا نوت سبست. ركز بقى معايا. شايف الزد والكيو داش؟ بص بقى كده معايا، لو خدت بالك ادي الزد اهي وادي الكيو داش ما لهمش علاقه ببعض، دي في مكان ودي في مكان، فطبعا دي كده نوت سبست. طب يا مستر الزد موجوده جوه الار؟ الزد كل حاجه موجوده جوه الار يا محترم، يبقى سبست. الكيو داش جوه الار؟ الكيو داش جوه الار اهو، صح؟ في البيت اهو، يبقى دي كده سبست. طيب هل الكيو سبست من الكيو داش؟ لا طبعا. بص كده، الكيو هنا والكيو داش هنا، يبقى دي كده نوت سبست. تمام؟ عندك طبعا الكيو مع الار هتكون سبست، ادي الكيو اهي موجوده جوه الار، وعندك طبعا الناتشرال مع الكيو هتكون برضو سبست منها. تمام؟ طبعا كده ان شاء الله حبايبي بنخش على اخر حاجه في الليسون، اخر حاجه خلاص، ما تقلقش، اول ما اخلصها ان شاء الله هيكون الدرس بتاعك خلص بالتفصيل، وهي السولفنج ايكويشنز اللي هي اصلا اهم حاجه في الليسون بتاعنا. ركز بقى كده معايا. طيب بص كده بقى معايا، عشان احل الايكويشنز عايز اقول لك على شويه حاجات كده في البدايه. بص كده معايا، لما اجي اقول لك x بلس 3 ايكوال 5، طبعا دي اسهل ايكويشن انت بتشوفها في حياتك. انت لما تيجي تبص طبعا هنا هتقول لي يا مستر ما تصدعناش، اكيد ايه الحاجه اللي بلس 3 5؟ هتقول لي 2. ولكن ايه طريقه الحل اصلا لو انا مش عارف اجيب الحل بدماغي؟ عامه بننزل الاكس، ركز بقى معايا، وانزل الايكوال وانزل ال5، دي اسهل طريقه. وال3 دي هوديها في الاذر سايد بالانفرس، يعني لو هي بوزيتيف هتروح نيجاتيف، لو هي نيجاتيف هتروح بوزيتيف. اوكي؟ فال3 دي هتروح بالنيجاتيف عشان هي اصلا هنا بوزيتيف، فيبقى الاكس ايكوال 5 ماينس 3 ايكوال 2. انا بفكرك اهو بالايكويشن من البدايه خالص قبل ما اشتغل. ركز بقى كده معايا. طيب يا مستر هنمسح كده، بص بقى، وهكتب لك حاجه ثانيه، واتمنى تكون بتكتب ورايا الحاجات اللي بتتمسح، يبقى تكتبها ورايا تاني. طيب بص بقى كده معايا، ركز ركز. لما اجي اقول لك بقى يلا تعالى لخبطك شويه، 2 ماينس اكس ايكوال 5، اجيب الاكس ازاي؟ الطلبه بقى هنا بتتلخبط في الحته دي، بتقول لي يا مستر اودي ال2 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف عشان ال2 نيجاتيف. ركز بقى كده معايا، الساين بتيجي قبل النمبر يا حبيبي، النيجاتيف ده بتاع الاكس مش بتاع ال2. ال2 هنا يا بابا بوزيتيف هنا. ركز بقى كده معايا، فانا بروح انزل النيجاتيف اكس الاول، ركز عشان كل الطلبه بتقع في الحته دي. وهنا ال2 بوزيتيف، فال2 لما تروح في الاذر سايد هتروح بعكس الساين، فتروح بالنيجاتيف، فيبقى عندك 5 وال2 جايه بالنيجاتيف، يبقى 5 ماينس 2. كمل بقى كده معايا،
يبقى ادي النيجاتيف اكس ايكوال 5 ماينس 2 ايكوال 3. طبعا النيجاتيف ده يروح الناحيه الثانيه، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3. ده كده تاني نوع، اكتبه ورايا عشان همسح واقول لك على نوع اخير قبل ما ابدا فيه الاكسرسايزز بتاعتي. طيب ها كتبنا. طيب يلا بينا النوع الثالث بقى. ركز بقى كده معايا يا حبيبي. لما اجي اقول لك 5x ايكوال 20 مثلا، فرق بقى بين النوع ده والنوع اللي فات. هنا ال 5x دي معناها 5 ملتبلاي x، دي معناها يا بابا 5 تايم x، بس احنا بنكتبها 5x على طول. طيب ال 5 دي معمول لها ملتبلاي، فبتروح الناحيه الثانيه بالانفرس بتاعها اللي هي الديفيجن. ركز بقى كده معايا. فهنكتب ادي x ايكوال، ركز بقى، 20 ديفايدد 5 يبقى ايكوال 4. تمام كده لحد دلوقتي كده في مشكله؟ فرقت كده معايا؟ طيب تعالى بقى نمسح كده الكلام ده. وانا ضحكت عليك وعايز اقول لك ان لسه في نوعين كمان هرجع عليهم. بص بقى كده معايا يا حبيبي، ركز معايا. x باور 2 ايكوال 25. لو خدت بالك كل مره بعمل لك مشكله، مره احط لك نمبر جنب الاكس، مره نمبر تحت الاكس، كل مره اعمل لك حاجه مختلفه. x باور 2 ايكوال 25 طبعا دي انت كنت بتشتغل عليها في بريب 1. ركز بقى مستر، انا عايز الاكس لوحدها. انت مشي لي ال2 دي، انا مش عاوزها، صح؟ انت عايز تخلص من ال2. تخلص من ال2 دي ازاي؟ قال لك لو عايز تخلص من ال2 اخد سكوير روت. ركز بقى كده معايا وافتكر معايا، انت واخد الكلام ده قبل كده. انا هخلص من باور 2 ده ازاي؟ هاخد سكوير روت. يبقى ادي عشان الباور 2 يمشي، ركز بقى كده معايا، هاخد سكوير روت لل 25، بس اوعى تنسى ان في بوزيتيف اور نيجاتيف. ليه يا مستر؟ لان ده باور ايفن، صح؟ لو حطيت له نيجاتيف نمبر ينفع، حطيت له بوزيتيف نمبر الباور الايفن كان بيشيل النيجاتيف، انت طبعا عارف الكلام ده. فبالتالي هتبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف، وسكوير روت ال 25 بكام؟ ب 5. ركز بقى كده معايا، اخر نوع خلاص، يلا اكتب ورايا. ها النوع بقى الاخير معانا، لما اجي اقول لك اكس باور 3، ركز بقى كده معايا، ايكوال 27 مثلا. يا مستر انت برضو عايز تخلص من باور 3. بخلص من باور 3 ازاي؟ باخد كيوبيك روت. ركز بقى كده معايا، يبقى خلاص بقت اكس وخدت كيوبيك روت. هنا بقى مفيش بوزيتيف اور نيجاتيف، 27 تطلع معاك 3. كده انا رجعت لك على الانواع بتاعت الايكويجن اللي انت المفروض تعرف تتعامل معاها. ركز بقى كده معايا ويلا بينا بقى ندخل في اول اكزامبل معانا. بص بقى كده معايا، بيقول لك سولفنج ايكويشنز. لما يجي يقول لك سولفنج ايكويشن في الامتحان او في الهوم ورك، لازم تبقى طالب شاطر وتعرف انت هتحل الايكويشن فين، في الريل نمبرز، في الراشونال، في الirrational. لازم، لو ما قالكش فين ما ينفعش. تمام؟ بص هنا هو قايل لنا ايه؟ قايل لنا الاكس بيلونج للكيو داش، انت هتحل في الكيو داش في الirrational. يعني بالبلدي كده، لو الاجابه اللي جت دي irrational هناخدها، اهلا بيكي. طب لو الاجابه اللي جت دي مش irrational، طلعت راشونال، مش هناخدها. تمام؟ طيب 64 اكس باور 3 ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 29. ما تخافش يا حبيبي، بالراحه كده، انا يعتبر قلت لك كل الستبس، ولكن احنا هنعمل ستيب باي ستيب. ركز بقى، اول حاجه خالص هتعملها، ركز معايا، شايف النيجاتيف 2 ده؟ هنخلص منه ونوديه الناحيه الثانيه بالانفرس. ركز بقى، يبقى انا هكتب دي زي ما هي، لسه ما جاتش جنبها، وهكتب الاكس باور 3، وهكتب الايكوال، وهكتب النيجاتيف 29. لو خدت بالك انا كتبت الايكويشن كلها بالظبط، ولكن النيجاتيف 2 وديتها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. ادي كده بلس 2. لحد دلوقتي في اي مشكله؟ طيب ركز معايا، نزلت ال 64 اكس باور 3 زي ما هي، وفي الاخر اروح احسب ده. نيجاتيف 29 بلس 2 هيدي لك نيجاتيف 27. في اي مشكله كده لحد دلوقتي؟ طيب انت دلوقتي بقى معاك مشكلتين. ما بص يا حبيب قلبي، انت كان عندك 3 مشاكل في الايكويشن دي. عندك نيجاتيف 2 ارفاك، وعندك 64 ارفاك، وعندك باور 3 ارفك. فانت عايز تخلص من ده ومن ده ومن ده. احنا خلصنا من نيجاتيف 2 خلاص. الستيب نمبر 2 بقى هتروح تخلص من ال 64 دي. اخلص منها ازاي يا مستر؟ مش احنا لسه قايلين هنا يعني معمول لها تايم؟ هتروح بالديفايدد، يبقى الاكس باور 3 تنزل، ركز بقى معايا، والنيجاتيف 27 تنزل، وال 64 دي هتيجي بالديفايدد. ادي جت اهي بالديفايدد. بتروحش بقى تحسب حاجه، سيبها زي ما هي، ما فيهاش اي مشكله. تمام؟ ركز بقى كده معايا، شايف الباور 3 ده؟ نخلص منه ازاي؟ ده انا لسه قايلها هنا، لسه قايلها، هناخد كيوبيك روت. ركز بقى، يبقى الاكس بتاعتك ايكوال، ركز، ادي كيوبيك روت، عشان احنا مشينا الباور 3 يبقى لازم ناخد كيوبيك روت، واحط النيجاتيف 27 اوفر 64. طبعا عايز تستخدم الكالكوليتور براحتك، ولكن الموضوع مش مستاهل. ادي هنا نيجاتيف ينزل،
وال27 بال3 وال64 الكيوبيك روت بتاعها 4، وممكن تستخدم الكالكوليتور عادي، ما تعقدش الامور. هسالك سؤال، الاجابه اللي جت دي نخش نخبط هنا، يقول لك الاكس انا عايزها كيو داش، هل ده كيو داش؟ لا. يبقى لازم السوليوشن سيت بتاعتك، معلش بقى نكتبها فوق هنا، ادي السوليوشن سيت بتاعتك اللي هي الاس دوت اس هتطلع معاك بفاي. لو انت نسيت الستيب دي كده مبروك، هيتخصم منك نص درجه او درجه. وليه يتخصم مننا درجات؟ لازم ما انساش السوليوشن سيت بتاعتي، طالما بيقول لي سولفنج ايكويشن يبقى لازم اكتب السوليوشن سيت. تمام؟ طيب سؤال كمان. طبعا بقى في طلبه شاطره كده، هو شبه اللي فات بالظبط، هتبدا بقى توقف الفيديو وتحل لوحدها. احنا مش قاعدين بنتفرج على مسلسل وقاعدين بنتفرج من غير ما نحل. طيب بص بقى كده نجم النجوم، ادي 3 اكس بار 2، حل بقى بسرعه شويه بقى، الدنيا ايه وضحت شويه. ادي الايكوال ايه، ادي النيجاتيف 4 ال5، يلا غور الناحيه الثانيه بعكس الساين، هتروح بالنيجاتيف، صح كده؟ طيب بعد كده هننزل ال 3 اكس باور 2 ونحسب، يلا يا محترم، نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 بكام يا شاطر؟ ها يا شاطر، هيديك نيجاتيف 9، صح كده؟ طبعا المساله دي هنعمل لها تعديل بسيط، بس ممكن نخلي دي باور 3. تمام؟ هنخلي دي باور 3. طيب بقى عندك 3 اكس باور 3 وادي دي برضو باور 3. طيب كمل بقى زي ما انت، مفيش اي مشكله. 3 اكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 9. هروح اكتب ادي اكس باور 3 واروح اودي ال 3 الناحيه الثانيه بالديفايد. تركز بقى معايا، يبقى نيجاتيف 9 اوفر 3. يا مستر لحد دلوقتي كده مفيش مشكله. اخلص بقى من الباور 3 ازاي يا حبيبي؟ ها تعالى معايا يلا بينا. يبقى الاكس ايكوال كيوبيك روت نيجاتيف 9 اوفر 3. في اي مشكله كده؟ طبعا ال9 ملهاش كيوبيك روت ولا ال3 ليها كيوبيك روت، فالنمبر ده هتسيبه زي ما هو كده. تمام؟ ممكن بس تخرج النيجاتيف بره بس كده. طبعا هو بيقول لك الاكس بلونج للار، فهل ده موجود في الار؟ ايوه موجود في الار. يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا طبعا انت هنا عندك 9 اوفر 3 اللي هي ب3، يعني ممكن تخليها بقى كده، ادي ست جواها كيوبيك روت و9 ديفايدد 3 ب3، وخلي النيجاتيف بتاعك بره. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك 3 اوفر 8 اكس باور 3 ماينس هاف ايكوال كوارتر اكس كيوبد بلس هاف. طبعا انت لو شفت السؤال ده هتقفل الفيديو ومش هتكمل معايا عشان انت خايف من شكل الفيديو. الصراحه عندك حق، ولكن خلينا نمشي واحده واحده، يمكن تطلع مساله بسيطه. بص بقى كده معايا، انا دايما بنقولها بطريقه كويسه جدا. هنا انا عندي ترم فيه اكس، وهنا عندي كونستنت ترم او ترم ما فيهوش اكس. هنا في ترم فيه اكس وترم ما فيهوش اكس، فاحنا هنخلي الترم اللي فيه اكس مع الترم اللي فيه اكس، يعني هنخلي الصحاب دول مع بعض الصحاب، وهنخلي دول مع بعض. ايه رايك؟ في حاجه كده صعبه؟ تاني، هخلي دول مع بعض لايك ترم، وهخلي دول مع بعض لايك ترم. يعني انا كده هحرك، تخيل كده كأن دول قاعدين مع بعض في مكان ودول قاعدين مع بعض في مكان. فانا هعمل ايه؟ فانا اروح اعمل ايه بقى؟ اروح اقول للراجل المحترم ده، ايه رايك تعالى اقعد مع صاحبتك اللي شبهك. تمام؟ واروح اجيب النيجاتيف هاف واقول لها تعالي اقعدي مع ايه؟ مع صاحبك اللي شبهك. طيب بص بقى كده، ركز معايا عشان ما تلخبطش. ادي 3 اوفر 8 اكس باور 3 هتنزل زي ما هي. ركز بقى كده معايا، مين هيجي يقعد معاها؟ اهي دي اللي هتيجي تقعد معاها اهي، 1 اوفر 4 اكس باور 3، ولكن دي بوزيتيف فهتروح لها الناحيه الثانيه بعكس الساين، يبقى تروح بالنيجاتيف، يبقى ادي ماينس 1 اوفر 4 اكس باور 3. لحد دلوقتي في مشكله؟ والله انا ما عملتش اي حاجه يا محترم، انا كتبت دي زي ما هي وجبت دي صاحبتها تقعد معاها، بس علشان تروح تقعد معاها لازم نغير لها الساين بتاعتها. طيب خلي بالك بقى، طالما دي راحت يبقى لازم بقى دي تيجي بقى. تمام؟ دي راحت لها هناك، يبقى دي بقى اللي هتيجي. ركز بقى معايا، يعني مين قاعد في مكانه؟ ال1 اوفر 2 قاعده في مكانها اهي. تعالى بقى ركز معايا بقى. بص بقى كده معايا، ال1 اوفر 2 اهي هتنزل زي ما هي ما فيهاش اي مشكله، ومين طبعا جاي لها؟ النيجاتيف هاف. النيجاتيف هاف دي هتروح الناحيه الثانيه طبعا بالبوزيتيف، يبقى ادي بوزيتيف هاف او بلس هاف. تاني نقول كده تاني، عملنا ايه؟ 1 اوفر 4 اكس باور 3 راحت لل 3 اوفر 8 اكس باور 3 بعكس الساين اهي،
والنيجاتيف هاف جت للهاف بعكس الساين. طيب تعالى بقى نحسب كده مع بعض. عندنا لايك تيرم دي اكس باور 3 ودي اكس باور 3، فدول 2 لايك تيرم. بنحسبهم ازاي؟ ركز بقى معايا. المفروض نروح نعمل 3 اوفر 8 ماينس 1 اوفر 4. طبعا هتطلع معاك يا محترم 1 اوفر 8. انت بقى اعملها بالكالكليتور، اعمل كومن دينومينيتور، اعمل اللي تعمله. اكس باور 3. طيب وطبعا هاف بلس هاف دي سهله ايكوال 1. يا مستر احنا كده عايزين نخلص من 1 اوفر 8 دي اول حاجه، وبعد كده عايزين نخلص من باور 3. مفيش مشكله، ادي نكمل مع بعض. يلا كده اوعى تتوه مني. ادي اكس باور 3 ايكوال، طبعا دي المفروض 1 نعمل لها ديفايدد ال 1 اوفر 8 هتدينا 8. بقت سهله اهي. اكس باور 3 ايكوال 8. نجيب الاكس ازاي؟ ناخد كيوبيك روت لل8، يبقى الاجابه في الاخر 2. هو كان ايه اللي يحل في الار؟ هل ال2 موجوده في الار؟ ايوه، يبقى السوليوشن ست في الاخر معانا هتبقى ايه؟ ست اوف 2. تمام؟ طيب اخر سؤال ايكويشن نحله مع بعض ان شاء الله النهارده. ركز بقى كده معايا يا حبيب قلبي، هانت يا بطل. عندك 5x ماينس 3 اول باور 3 ماينس 2 ايكوال 6. بص بقى، اول حاجه طبعا بايدي ان انا اعملها ان انا اطرد النيجاتيف 2. يبقى ادي 5x ماينس 3 اول باور 3 ايكوال 6 بلس 2 اللي هي ايكوال 8. في اي مشكله؟ طيب واحد يقول لي يا مستر بقى اروح اطرد النيجاتيف 3 دي الناحيه الثانيه. طبعا مش هينفع لان هي مقفوله عليها الباب كده، فمش هينفع تتحكم ولا في النيجاتيف 3 ولا في ال5. فانت كده اول حاجه هتعملها لازم تخلص من الباور 3 ده. اخلص من الباور 3 ازاي؟ اخد كيوبيك روت للتو اذر سايد. هنا كيوبيك روت زي ما احنا عارفين، وهنا كيوبيك روت. ركز بقى كده معايا. لما خدت هنا كيوبيك روت الباور 3 ده مشي، فبقى 5x ماينس 3. ماشي. ولما خدت كيوبيك روت لل8 اتبقى 2. في اي مشكله؟ بقت ايكويشن من ابتدائي، رجعت ايكويشن سهله ما فيهاش اي مشكله. هطرد النيجاتيف 3 الناحيه الثانيه بعكس الساين، يبقى ال 5x ايكوال 2 بلس 3 ايكوال 5. صح؟ بعد كده بقى هجيب الاكس ازاي؟ اخر ستيب. يبقى الاكس ايكوال 5 ديفايدد 5، يبقى الاكس ايكوال 1. شوف في الاخر المساله الغلسه دي طلعت ب1 في الاخر. طبعا هو بيقول لك الاكس بلونج تو كيو داش، يبقى كده السوليوشن ست بتاعتي فاي، لان ال1 مش موجود في الكيو داش. وبكده حبايبي الحلوين الحمد لله خلصنا الليسون بتاعنا. كان درس سهل ولذيذ، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. قبل طبعا ما اختم معاكم بس عايز اتكلم فيه ملخص الدرس كله. بيتكلم ان انا عندي الريل نمبرز عباره عن الكيو داش والكيو، والكيو دي ما شاء الله عليها فيها الزد اللي هي الانتجرز، وفيها الناتشورال، وفيها كمان الكاونتنج. اما الكيو داش دي اللي هي كانت الباي والفاي وسكوير روت لنمبر نون بيرفكت وكيوبيك روت لنمبر نون بيرفكت كيوبس. تمام؟ طبعا بعد ما تتفرج على الفيديو بتاعنا يا جميل ما تنساش تحل الهوم ورك وتحل التيست اللي نازل عندك على المنصه. وبكده الحمد لله نكون خلصنا مع بعض الريل نمبرز. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم. كان معكم مستر عبد الرحمن، والى لقاء جديد في فيديو جديد. مع السلامه.